بسم الله الرحمن الرحيم. خذ ما صفى لك فالحياة غرور. انتبه يا نفس ويحك ويحك، ما أقصر العمر وإن طال يا نفس يا نفس فهو أيام. إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعك بإحسان وسار على هديك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الكافرين في كل مكان وفي كل زمان يكيدون للإسلام، ويمكرون بالإسلام وبالمسلمين، فالمكر بكل صالح وبكل مصلح هو من قديم الأزل، وليس هو وليد اللحظة، إنما هو مكر الكافرين في كل زمان وفي كل مكان بهذا الإسلام. وأول من مكر هو إبليس عليه من الله ما يستحقه، حيث مكر بآدم عليه السلام، لما قال الحق عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إن وسوسة ذلك الشيطان لآدم عليه السلام جاءت عن طريق المكر، وجاءت عن طريق الكيد. إنه صور لآدم عليه السلام أن الله عز وجل نهاه عن الأكل من هذه الشجرة
إنما هو لخير يمنعه عن آدم. انظر ماذا قال الشيطان. قال لهما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما ناهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. هذا هو أسلوب المكر من هذا الشيطان. قال لهما أن الله منع عنكما أن تأكلا من هذه الشجرة لأنكما لو أكلتما من هذه الشجرة لن تموتا أبدا، ستحصلان على خير والله يمنع عنكما ذلك الخير، وأنكما ستكونان ملكين لو أكلتما منها. وأقسم لهما بالله أنه يريد لهما المصلحة. فكان من نتيجة هذا المكر أن نفذ آدم عليه السلام، نفذ آدم هذا الطلب أو اقتنع بما قال له الشيطان. فكان من عاقبة مكر الشيطان أن الله عز وجل صب عليه اللعنة وجعله من المغضوب عليه وجعله من أصحاب النار وجعله مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا عاقبة المكر، أنه مكر وكاد وأقسم بالله كذبا، فهذا أول مكر. وبعد ذلك يأتي مكر قوم نوح بنوح عليه السلام، لما قال الحق سبحانه وتعالى حاكيا هذه القصة على لسان نوح عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا. اللي هم مين؟ هؤلاء المجرمين الكافرين الذين رفضوا نور الله عز وجل، الذين رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، رفضوا هذا الدين ومكروا لهذا الدين، وأخذوا يشيعون بين الناس أن يتمسكوا بأصنامهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وأكدوا على هذه الأصنام التي يعبدونها بالاسم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أخذوا يشيعون الكفر بين الناس، ويحاولون أن يتمسك هؤلاء الناس بأصنامهم من دون الله سبحانه وتعالى. أضلوا الناس كثيرا، وهذا هو المكر، أنهم يقابلون نبيا من عند الله عز وجل ويتحدونه ويقفون بالمرصاد له. فماذا كان المقابل من الله سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه هي عاقبة المكر، هذا هو عقاب هؤلاء الذين تحدوا رب العالمين ووقفوا أمام نبي الله نوح يتحدونه ويمكرون للقضاء على دعوته، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. هذا الإغراق إنما كان من السهل من الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم بماء المطر، ولكن من جرم أفعالهم قابلهم الله عز وجل أيضا بقوة في الإغراق، أن السماء أمطرت عليهم مطرا شديدا
والأرض تفجرت عيونا. يعني هذا انتقام من الله سبحانه وتعالى. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. السماء تمطر ماء كثيرا، ماء منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لا إله إلا الله. لهؤلاء القلة تفتح أبواب السماء ليس مطرا عاديا وإنما ماء منهمر. وليس هذا فحسب، أيضا الأرض تفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماء السماء مع عيون الأرض التقت حتى أصبح هذا الماء ماء عظيم، ماء كالجبال، ليس سيلا عاديا وليس نهرا ضعيفا، وإنما ماء لم تر الأرض مثله إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. سفينة نوح عليه السلام تجري بالمؤمنين في هذا الماء وهذا الموج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن مقابل هذا المكر كان هذا الانتقام، فكان الانتقام من الله شديد، لأن مكرهم أيضا كان مكرا شديدا. فهذا انتقام من الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى مكر أيضا مجموعة من الكافرين بنبي الله صالح عليه السلام. نبي الله صالح أرسله الله عز وجل إلى قوم ثمود وهو منهم، وقال لهم وأمرهم أن يعبدوا الله ما لهم من إله غير الله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأخرج لهم معجزة اللي هي الناقة، أخرج لهم من صخرة، هم الذين أشاروا إلى هذه الصخرة وقالوا: يا صالح إن كنت حقا نبي أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة نراها بأعيننا. فدعا صالح ربه فنفذ أو تقبل الله دعاءه وأخرج لهم هذه الناقة، ناقة تشق الصخرة وتخرج منه معجزة عظيمة. ولكنهم كذبوه لما رأوا هذه الناقة. ثم أخبرهم أن هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نبههم أن يحتاطوا من غضب الله عز وجل، وأن هذه الناقة ليست ناقة عادية إنما هي معجزة من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تمسوها بسوء. لم يقل تقتلوها، بل مجرد المس بالسوء لهذه الناقة جريمة نكراء وجريمة بشعة سيستحقون عليها العقاب إن هم اقتربوا منها بسوء. ثم بين لهم أن هذه الناقة لها شرب يوم وهم يشربون في اليوم التالي، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الناقة تشرب يوم وأهل المكان كلهم يشربون ويأخذون حاجتهم من الماء في يوم آخر، حتى لا يزعجونها. مجرد إزعاجها والاقتراب منها وهي تشرب كان جريمة من الجرائم، حتى بيتوا أمرهم وذبحوا هذه الناقة. ومع ذلك لم يكتفوا بذبح الناقة، بل كان أيضا في المدينة 9 من العصابات أو 9 مجموعات كانوا مفسدون في الأرض، كما قال الحق عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 من المجموعات كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، حياتهم كلها فساد.
وكان من إفسادهم أنهم يقطعون من العملة الذهبية وينقصون من وزنها، فهذا كله من الإفساد في الأرض، وكثير يعني حياتهم كلها كانت إفساد. هذه المجموعات انظر ماذا فعلت، هم أيضا مكروا. اسمع إلى قول الحق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إلى الله